ناس كتيرة بتحقق نجاحات كتيرة وهي مش متجوزة. فلما تيجي تفكر في موضوع الجواز تبتدي تقول طب ما الشخص ده يعني ما اضافش ليا حاجة، يعني انا مريت بكل الصعوبات لوحدي، الشخص ده هيضيف لي ايه؟ انا كنت محتاج الشخص ده في مرحلة او في وقت ما ولكن ما كانش موجود، هو ليه دلوقتي عايز ياخد الحاجة على الجاهز؟ فيبتدي يستخسر نفسه في اي حد. وده اللي بشوفه مع ناس عدوا مراحل سنية متقدمة وكانوا محققين نجاحات في حياتهم. او يبتدي بقى ينظر نظرة دونية لأي واحدة بتتقرب له. انا مش هخش في نوايا اللي بتتقرب له وهي شايفاه ناجح وكبير السن، مش هخش في نوايا خالص، ولكن هفترض الجانب الحسن، هي يعني شايفة ان الشخص ده كويس، هو بيبقى من جواه شايف ان الشخصية دي عمرها ما كانت هتبص له قبل ما يحقق النجاح، وهي دلوقتي متغاضية عن فكرة الفرق مثلا في العمر وكده علشان طمعانة في اللي معاه. فلو هو محتاج الجواز او لسه بيفكر في الجواز وشايف ان الفرصة دي مناسبة، بيبقى باصص لها بنظرة الطماعة هي وعيلتها وكل حاجة ليها علاقة بيها.